شكرا جزيلا لك زميلي الأخضر بالريش. لحظات تبقى للتاريخ طبعا. بعد أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدي الأفاضل. طبعا مرحبا أهلا وسهلا بكم إلى قمة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بين الإنتر والريال ضمن المجموعة الثانية، والتي سنتابعها من ملعب جوزيبي ميازا في ميلانو، الذي يخيم عليه الحزن والكآبة كغيره من الملاعب بسبب غياب الجماهير أولا، وهذا من زمان. واليوم يخيم عليه الحزن، ودقيقة صمت منذ لحظات يخيم عليه الحزن أكثر بسبب تغييب الموت لأسطورة كرة القدم العالمية ديغو أرماندو مارادونا، الذي رحل اليوم بعد 3 أسابيع من احتفاله بعيد ميلاده ال60 وبعد متاعب صحية متراكمة. لاعبو الإنتر والريال سيخوضون هذا اللقاء الذي بدأ الآن بالإشارة السوداء حزنا على اللاعب الذي لم يكن قدوة من الناحية الاجتماعية، لكن مارادونا اللاعب كان جوهرة وأسطورة وصانع فرجة ومتعة لكل عشاق الكرة في العالم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، خاصة بالنسبة للأرجنتينيين ولجماهير نابولي الذين يتوارثون عشق الرجل اللاعب الذي صنع أفراحهم. ديغو طبعا شغل العالم، أكيد سيشغلنا لثواني عن بداية هذه المباراة. شغل العالم بعد اعتزاله، وشغله عندما توقف وصار مدربا، شغله اليوم بعد وفاته في هذا اليوم الحزين الذي قررت فيه السلطات الأرجنتينية الحداد لمدة 3 أيام، وقرر الاتحاد الأوروبي دقيقة صمت في كل الملاعب اليوم وغدا. بعد النهاية نقدر نقول كانت مثيرة، ومشوار كروي فريد من نوعه لم يكن يختلف بشأنه اثنان. أسعد الله مساءكم مجددا مشاهدي الأفاضل، طبعا مع تقديم اعتذاراتنا لجيل ميسي ورونالدو الذي لم يشهد روائع ديغو، لكن على هذا الجيل أن يعذرنا على عشقنا للاعب مارادونا الذي يبقى ملعب جوزيبي ميازا واحدا من الملاعب التي شهدت روائعه لسنوات. ضربة المثال